السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتي لجميع الحضور المتواجدين معانا النهاردة في الحلقة بتاعتنا على قناة الناقد والمنقود. بعد ما كانت تقى بقت مصطفى، ايه القصة دي؟ وايه الحكاية؟ وايه الموضوع دوت على قناة الناقد والمنقود لايف؟ في قصة غريبة وعجيبة جدا، هنحاول ان احنا نستعرضها النهاردة مع حضراتكم على قناة الناقد والمنقود لايف على التفاصيل دي اللي هي الغريبة جدا بتاعت تقى اللي بقت مصطفى. ايه الحكاية؟ كلام غريب هنشوفه دلوقتي من احد المواقع قالوا ايه. بصوا يا جماعة، في البداية تحية طيبة لكل الناس المحترمة اللي منورانا على قناة الناقد والمنقود لايف. النهاردة معانا موضوعين في البث او الفيديو بتاعنا النهاردة. فالموضوع الاول في الفيديو بتاعنا عن موضوع مصطفى وتقى والقصة دي كلها بالكامل. كانت تقى وبقت مصطفى حكاية ولا تشوفها في الافلام، يعني كأنك شفتها في فيلم، يعني كأنك بتتكلم على خيال علمي حقيقي يعني. تخلت عن أنوثتها بالمنوفية، تصوير طبعا كانت تتصور إن هي ممكن حياتها تمشي كويس. كانت تقى وبقت مصطفى حكاية ولا في الأفلام لفتاة تخلت عن أنوثتها بالمنوفية. بنت كانت اسمها تقى فتخلت عن أنوثتها وبقت مصطفى. الناس هتتجنن طبعا. اتجوزت وأنا 16 سنة وحصلت مشاكل وانطردت. بقيت في الشارع ولقيت بشر ما يتعاشروش، كله عايز ينهش فيا. فقررت ايه فالمهم فقررت فغيرت شكلي لمصطفى. حلقت شعري ونزلت اشتغلت تباع ونقاش وميكانيكي. سبت عيالي يتربوا كويس عشان يناموا عشان بنام في الشارع. انا اسمي مصطفى شكلا بس، ومع ايه وما عملتش عملية. يعني هنا فيلم. بصوا بقى القصة دي هقولها لكم. هي اساسا فتاة اتجوزت وهي عندها 16 سنة وحصل مشاكل بينها وبين جوزها. بقت في الشارع، انطردها جوزها وراحت الشارع وبقيت في الشارع ولقيت بشر ما يتعشروش، قابلت ناس ما يتعشروش والناس كانوا عايزين ينهشوا في لحمها ان هي بنت. فقررت، معاها اولاد طبعا، سابت ولادها اعتقد باين مع جوزها، وقررت ان هي تغير شكلها نهائيا وتتحول تبقى مصطفى. لكن هي ما عملتش تحويل، بس عشان الناس بس ما تاخدش الكلام في ايه، في حته تانية. هي ما عملتش تحويل، لكن هي غيرت شكلها نهائي وبقت مصطفى. هي دي بس القصه عشان تبقى ايه واصله لحضراتكم. لكن هي ما راحتش عملت تحويل وحولت شكلها والكلام ده، لا نهائيا. هي غيرت شكلها عشان تبقى مصطفى. تعالوا نكمل بقيه التفاصيل الكامله في الواقع ولا في الافلام. في قصه تقترب من الخيال، روتها فتاة من المنوفية تدعى تقى. تفاصيل تحويلها إلى مصطفى بعد أن تخلت عن أنوثتها لأسباب قهرية. وقالت الكلام دوت إني كشفت عن رحلة صادمة مليئة بالصعوبات والتحديات التي واجهتها في حياتي. زواج مبكر، تحدثنا في هذه النقطة سابقا لحضراتكم تركزوا معانا في ساعة التفكك الأسري، بس على القناة الأولى اللي هي النقد والمنقود، عن موضوع التفكك الأسري واللي بيحصل والكلام دوت، وإن ده بيؤدي لمشاكل كثيرة جدا جدا. زواج مبكر ومشاكل أسرية. بدأت تقى قصتها بزواجها في سن 16 سنة، وما تبعه من مشاكل عائلية أدت إلى طردها من منزل الزوجية. وجدت نفسها في الشارع بلا مأوى أو دعم، وهو ما دفعها لاتخاذ قرار جذري بتغيير مظهرها وحياتها. التحويل إلى مصطفى. تقى قالت التفاصيل الكاملة في قصة تحويلها إلى مصطفى، وإزاي تم تحويلها لمصطفى وهي اتحولت ليه. عشان الكل كان عايز ينهش في لحمي، فأنا قررت إن أنا أغير من معالم شكلي. هي القصة الست بس عشان بس الناس تبقى واصلة، ما راحتش عملت عملية والكلام ده نهائيا، لا لا طبعا. هي غيرت بس شكلها. الكل كان عايز ينهش في لحمي. تقى حلقت شعري وخبيت صدري وبقيت مصطفى. الكل كان بيحاول ان هو يعتدي عليا، ان انا لما كنت في الشارع كانت الناس بتبص لي بصه مش كويسه. كانت الناس عايزه ان هي تعتدي عليا. كلام كتير جدا جدا عبرت فيه تقى عن حاجات حقيقي بتحصل في المجتمع بتاعنا. تقى ما كذبتش،
تقى طلعت قالت ان انا عشان ظروفي. للاسف يا جماعه، بعض الناس او الناس اللي مش كويسه، مسافه ما تلاقي سيده قدامها بتبقى بالنسبه لها الست دي زي اللي جعان ولاقي حته لحمه. انا مش عايز اوصفها بالوصف الوحش، مش كويس. زي الجعان اللي لقى حته لحمه، اللي بيدور على حته لحمه ولقاها قدامه. فتبص تلاقي الناس تجري والرجاله تجري، عايزين ينهشوا في لحم دي وينهشوا في لحم دي وينهشوا في لحم دي وينهشوا في لحم دي. البنت قررت ان هي تخفي كل معالم حياتها، تغير كل حياتها، مجرد ان هي حست ان هي لما انكرشت من بيتها. احب اقول لحضراتكم ان لما تيجي تبص المشكله بتاعت تقى، هتلاقي ان اساس المشكله من الاساس اب وام. اب وام بالمعنى الاصح رخصوا بنتهم وباعوها برخص الثمن. اب وام باعوا بنتهم وهي عيله صغيره. اب وام استغنوا عن بنتهم وهي لسه عيله صغيره، وراحوا جوزوها عشان خاطر يتنهش في لحمها وفي الاخر تترمي. في الاخر يكون في بنت مرميه كانت ممكن تكون تقى لو انسانه وحشه تتحول لاي واحده من الناس الوحشه، الناس اللي هي مش كويسه، الناس اللي بيطلعوا ويظهروا علينا ويقول لك فلانه الفلانيه كانت بتعمل وفلانه الفلانيه كانت بتسوي، مش كويسين. كنت ممكن تلاقي تقى في نفس القصه دي. لكن طبعا للاسف حاجه في منتهى المرار، يعني لما بتشوف واقعه زي شبه دي بتهز وجدانك من جوه، بتأثر عليك نفسيا، بتحس ان انت يعني بقيت في أزمة. حقيقي بقيت بتحس ان انت بقيت في أزمة، بتحس ان قد ايه احنا وصلنا لمرحلة ان احنا ما بيفرقش معانا بعض، ان احنا ما بنستمنى اي حاجة عشان خاطر نأذي بعض، عشان خاطر نعمل مشاكل لبعض، عشان خاطر نبتدي نهين في بعض. ده للأسف اللي بقينا نشوفه دلوقتي في المجتمع بتاعنا. يعني انا مش عارف اقول لحضراتكم ايه، حاجة صعبة ومريرة جدا جدا، مش عارفين نلاحقها من الناس الوحشة ولا من اللي بيدور. ما اقدرش اقول لحضراتكم انا ربنا يرحمنا برحمته من الصعوبات اللي احنا بنقابلها في المجتمع والمشاكل اللي بنقابلها في المجتمع، وان البنت لما نزلت الشارع ما عرفتش تتأقلم كبنت في وسط الناس، كله كان بيبص لها بصة مش كويسة. فقررت ان هي تغير ملامح شكلها وتقلب من تقى لمصطفى. ساعتها الناس احترمتها. مش عارف والله العظيم ثلاثة نقول ايه. بشكركم جدا جدا على حسن الاستماع والمشاهدة، وألتقي مع حضراتكم في لقاء آخر. كنتم مع كريم من قناة النقد والمنقود لايف. شكرا والسلام عليكم.